هو انت كل شوية بحال ما ترسلك على حاجة بقى. لو انت بتسمع الجملة دي كتير يبقى انت شخص متقلب المزاج، وكونك شخص مودي بيوقعك في مشاكل اجتماعية كتير. ما هو برضو الناس معذورة، مش فاهمينك، يوم بتضحك في وشهم ويوم ما بتسلمش عليهم اصلا. وانا جايبالك 6 نصايح عشان الناس ما تهربش منك او يقولوا عليك مجنون. رقم 1، اتصل بالناس اللي انت بتحبها. لما تحس ان هم جنبك هيخليك سعيد اكتر ومودك هيبقى كويس وقت طويل. رقم 2، غير مكانك. روح دايما الاماكن اللي بتحس براحة فيها وتسعدك. رقم 3، دلع نفسك. اشرب حاجة بتحبها، اقعد في الهوا، كل اكلة حلوة. مزاجك ده زي الطفل عايز يتدلع. رقم 4، اعمل جدول لمهامك اليومية. ده هيساعدك كده تركز وتعمل اللي عليك وانت مرتاح، مش هتتوتر ومودك يقلب، هيقضي على الفوضى اللي بتغير مودك. رقم 5، الساعة الأولى من الصباح. أول ساعة أول ما بتصحى الصبح ليها تأثير كبير جدا في يومك. لو عملت فيها حاجة الصبح كده تسعدك وتبسطك هيبقى يومك خفيف عليك كده ودمه خفيف. رقم 6، اسعد شخص. والله هيفرق جدا. ممكن كل يوم تختار واحد بس تعمل له حاجة تبسطه. رسالة الصبح لذيذة، هدية صغيرة، تتكلم معاه كلام حلو، هيديك طاقة إيجابية وهيعدل لك مزاجك. الكلام ده من كتاب غدا أجمل لعبد الله المغلوث. يسعد مزاجكم.